عصفور محندق يزقزق كلام موزون وله معنى. عن أرض سمراء وأغراء ضفة ونهري ومراكب، ورفاق مسيرة عسيرة وصورة حشد ومواكب في عيون صبية بهية عليها الكلمة والمعنى. مصر يما يا بهية يم طرحة وجلابية، الزمن شاب وانت شاب، هو رايح وانت جاية فوق الصعب ماشية، فات عليكي ليل ومية واحتمالك هو وابتسامتك هي تضحكي للصبح يصبح بعد ليلة ومغربية، تطلع الشمس تلاقيكي معجبانية وصبية يا بهية. أهلا بكم. نعتذر عن حلقة الأربعاء الماضي لظروف الانتقال لإذاعة خارجية. ثوار لآخر مدى معكم اليوم وأيضا بعد غد الأربعاء في موعدنا الأسبوعي بإذن الله. نتحدث عن حالة التشوه العام والعبث الجنوني والعشوائية البغيضة في مجريات الحياة السياسية المصرية. هل المطلوب هو السكوت والصمت ليعيش الناس في إلهاء وضجيج الأراجوزات؟ هل يمكن أن تجدي العين الحمراء والتهديدات مع شعب أسقط رئيسين في 3 سنوات؟ كيف نفسر تزامن اللقاء الفضيحة بين النائب المطبع وسفير الكيان الصهيوني بالقاهرة في نفس الوقت الذي يتسلم فيه سفير جديد لمصر مهام عمله لدى دولة الاحتلال؟ هل من رابط بين الحدثين والزيارة التي قام بها منذ أسبوعين للقاهرة أعضاء المنظمات اليهودية بالولايات المتحدة الأمريكية والتقوا خلالها الرئيس المصري؟ الخلاصة إنه ومنذ كامب ديفيد واتفاقية السلام المزعوم أسقط المصريون ورفضوا كل محاولات التطبيع سواء الرسمية أو غيرها. الشعب المصري يعرف عدوه التاريخي ويضع كل من يخرج عن الإجماع الوطني في المكان الذي يستحق. أيها المارون بين الكلمات العابرة، كدسوا أوهامكم في حفرة مهجورة وانصرفوا، وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس أو إلى توقيت موسيقى المسدس، فلنا ما ليس يرضيكم هنا فانصرفوا، ولنا ما ليس فيكم وطن ينزف شعبا ينزف وطنا يصلح للنسيان أو للذاكرة. أيها المارون بين الكلمات العابرة، آن أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. آن أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول
ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة أيها المرون بين الكلمات العابرة. آن أن تنصرفوا بإذن الله. تحية لنضال الحركة الطلابية المصرية عبر تاريخها. الحركة الطلابية في مصر كانت دائما في القلب من حركة النضال الوطني المصري العام، الداعي للحرية والكرامة والعدل والاستقلال الوطني. الأسبوع الماضي وبالتحديد في 21 فبراير مر حدث هام في تاريخ ذاكرتنا الوطنية، يوم الطالب المصري الذي يأتي تخليدا لذكرى يوم خرج فيه طلاب مصر عام 1946 استجابة لدعوة اللجنة الوطنية للعمال والطلبة للإضراب العام بعد أحداث 9 فبراير وفتح كوبري عباس على المتظاهرين. وفي 21 فبراير عام 1946 خرج المتظاهرون بالآلاف إلى ميدان الإسماعيلية التحرير الآن ليجدوا في انتظارهم رصاص الحامية الإنجليزية، ليسقط في هذا اليوم أكثر من 20 شهيدا ومئات الجرحى في القاهرة والإسكندرية وأسيوط. العرفان والوفاء لشهداء مصر الذين رووا بدمائهم رحلة الكفاح الطويلة من أجل الحرية والعدل. أعزائي المشاهدين، عن حال الجامعة المصرية طلاب وأساتذة تدور حلقة اليوم. بلورت أشكال كتير للنضال الطلابي، وخدت سنة 1935 شكل مختلف عن مجرد تظاهرات، وده لما الطلاب خرجوا في مسيرة من جامعة فؤاد الأول القاهرة حاليا، وأثناء مرورهم على كوبري عباس أطلقت عليهم قوة من كونستبلات الإنجليز الرصاص الحي، والأحداث استمرت لليوم الثاني وسقط فيها 3 شهداء، وكان من بينهم عبد الحكم الجراحي اللي كتب بدمه على حائط المستشفى وهو على سرير الموت: إلى مستر روح الشر رئيس وزراء إنجلترا، أنا الشهيد محمد عبد الحكم الجراحي، قتلني أحد جنودكم الأغبياء وأنا أدافع عن حرية وطني، عاشت مصر. الشهيد المصري محمد عبد الحكم الجراحي. أما سنة 1946 خرج الطلبة في مظاهرة تانية من الجامعة متجهين إلى قصر عابدين، وتكررت الاشتباكات تاني بين الطلبة وقوات الشرطة فوق كوبري عباس، واتفتح الكوبري على المسيرة، وسقط بعض الطلبة في النيل واستشهد بعضهم. أعزائي المشاهدين، نعود معكم لاستوديو الهواء، ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور محمد كمال، أستاذ فلسفة الأخلاق بكلية الآداب جامعة بني سويف، والمتحدث الرسمي باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور محمد. أهلا وسهلا. نعتذر عن الأسبوع الماضي وما حدث فيه. هنبتدي حلقتنا النهاردة بالحديث عن تواريخ محفورة في تاريخنا للنضال الوطني ودور الجامعة الوطني في السعي والنضال من أجل تحقيق الحرية والعدل والمساواة. أعتقد أنه ده كان ليه دور أساسي وكبير جدا مع الأساتذة وأعضاء هيئات التدريس في تكوين مجموعة كبيرة من الهيئات المستقلة. لكن لو تحدثنا في البداية عن نضال الطلبة، ماذا تذكر وعن ماذا تتحدث؟ طبعا كان المفروض ان احنا نتقابل الاسبوع اللي فات في يوم الطالب المصري. للاسف ما كانش بسبب الاحتفاليه اللي كانت موجوده. الاحتفال بذكرى اليوم العظيم او الايام العظيمه للطلاب المصريين في الاربعينات لتصدي الاحتلال الانجليزي وما حدث معهم هو امر لم يتوقف عند هذه اللحظه فقط، وانما استمر طوال تاريخ الحركه الطلابيه والحركه الجامعيه المصريه، وهؤلاء الطلاب هم النبت الذي ينبت
اعضاء هيئه التدريس، فلولا تنميه الوعي لدى الطلاب ما كان اعضاء الطلاب بهذه الدرجه من الوعي. استمر هذا الامر لفتره طويله، ولكن في كل فتره كان الحاكم يحاول ان يسعى ان يجعل هذه الحركه الطلابيه والحركه الجامعيه في خدمه نظام الحكم وليست في خدمه الدوله. تمام. مما ادى الى توجيه الطلاب في فترات لاتجاه اليساري، ثم بعد ذلك الاتجاه الاسلامي، ما يسمى بالاتجاه الاسلاموي، ثم بعد ذلك انقضت الحركه الطلابيه، تم القضاء على الحركه الطلابيه بشكل كامل، اصبحت ضعيفه ولا تتم الا بالانشطه فقط، الانشطه مثل الرحلات او الحفلات او ما شابه ذلك. طبعا انا مش ضد ان يبقى في نشاط ترفيهي، ولكن هذا احد الانشطه فقط. اما بقيه الانشطه الاجتماعيه والتثقيفيه فنستطيع ان نقول انها ضعف دورها تماما قبل ثوره يناير. مما جعل الطلاب بعد ثوره يناير لا يجدون متنفس جامعي اكاديمي حقيقي ينفسون فيه عن تطلعاتهم السياسيه، ينمون فيه وعيهم السياسي، وبالتالي خرجوا خارج الجامعه وانتموا الى تيارات سياسيه، بعضها كان يعمل لصالح البلاد، بعضها كان يعمل ضد مصلحه البلاد، مما ادى الى حاله الفوضى التي نعيش فيها. دور الجامعه الان هو استعاده الطلاب مرة أخرى إلى أحضانها. كيف يتأتى ذلك في ظل القرارات التي تؤخذ بمنع النشاط السياسي داخل الجامعات المصرية، بمنع انتماء الطلبة إلى أحزاب أو إلى كيانات منظمة بشكل كبير، واقتصار الأمر مرة أخرى إلى النشاطات الاجتماعية فقط في حدودها، وأيضا دور القائمين على الدولة في إلغاء اتحادات الطلاب ونتائجها عبر هذا العام؟ نفصل ما بين أمرين، ما بين حرية العمل السياسي وما بين ما حدث في انتخابات اتحاد الطلاب. تمام، نتحدث عنهم منفصلين. بالنسبة ولكن بالرغم ان الأمرين مرتبطين زي ما حضرتك ما قلت. بالنسبة لمنع العمل السياسي داخل الجامعة، لا، القرار ليس منع العمل السياسي داخل الجامعة، وإنما كل مسؤول يفسر القرار بما يريده هو محقق مصلحته، وبما يجعله يستطيع أن يقول أنه قدم أكبر فروض الولاء اكثر من بقيه رؤساء الجامعات. تمام. القرار بمنع ممارسه النشاط الحزبي داخل الجامعه، يعني ما ينفعش ان انا يبقى في عندي اسره حزب كذا. تمام. لكن هذا لا يمنع الممارسات السياسيه داخل الجامعه. القرار كده، القرار بمنع ممارسه النشاط الحزبي، يعني ما ينفعش يبقى اسره حزب كذا، اسره حزب كذا، وده انا بايد هذه الجزئيه. تمام. لان ما نقلبش الجامعه لصراعات حزبيه. تمام. ولكن القرار لا يمنع ممارسه النشاط السياسي. ممارسه النشاط السياسي عن طريق ازاي؟ عن طريق ان في عندي اسر تنمي وعي الطلاب من الناحيه السياسيه، تنشر عندهم الوعي السياسي، تنشر عندهم الافكار السياسيه مش الديمقراطيه والحريه وغيرها. كيف يتم ذلك في حين ان هناك ندوات تلغى في الجامعات المصريه لبعض من ينتمون لاتجاهات سياسية ممكن تكون آرائها أحيانا تكون معارضة للنظام بشكل أو بآخر، أو حتى آراء فكرية أو عدد من العلماء؟ يعني احنا شفنا أنه في عصام حجي تم إلغاء ندوة خاصة به. كيف ينتمي الشباب لهذه الأفكار، أو أن احنا نبقى بنطور من تفكيرهم ووعيهم وإحنا بنجد هذه الممارسات على أرض الواقع؟ نفرق ما بين أمرين، الممارسات العنيفة والممارسات الفكريه. الممارسات العنيفه مرفوضه تماما. الكل يرفضها بالاجماع. اما الممارسات الفكريه، الندوه الفكريه او المؤتمر الفكري او الثقافي، ده المفروض ما يتمنعش. انت لو منعته عن الطالب داخل الجامعه تقدر تمنعه عن الطالب خارج الجامعه؟ مش تقدر. اما زي ما قلنا من شويه ان يبقى في رئيس جامعه عايز يبين ان هو اكثر ولاء واكثر طاعه للنظام، فيعتقد ان النظام ضد هذا الشخص او ضد ذاك فيلغي الندوه، في طبعا امور مرفوضه تماما. سواء بقى كان رئيس الجامعه بياخد القرار من نفسه، سواء كان مملى على رئيس الجامعه، وان كان في نفس الوقت انا شايف ان لو رئيس جامعه هيملى عليه قرار ويجبر على تنفيذ قرار يتعارض مع قناعاته، يبقى المفروض يقدم استقالته. طيب كيف يتم في ظل ما تذكره حضرتك يعني فكرة استقلال الجامعات ازاي؟ يعني احنا بنقول انه الجامعة مكان المفروض ان هو بيمارس فيه العلم، لكنه ايضا منبع للثقافة والحرية والعدل بشكل كبير جدا. كيف يعني يستغل هذا المكان بعيدا عن هذه الاستقلالية؟ طيب اقول اول جزئيه الانتخابات الطلابيه هنرجع لها مره ثانيه، نتكلم طيب. بس على استقلال الجامعات لان دي جزء من استقلال الجامعات. استقلال الجامعات دلوقتي انا عندي الدستور نفسه بينص على استقلال الجامعات. الماده 21 من الدستور بتقول تكفل الدوله استقلال الجامعات والمجامع العلميه واللغويه الى اخره. يبقى الدوله ملزمه ان هي تحافظ على استقلال الجامعات. ولكن هنا استقلال الجامعات بقى بمعنى ايه؟ هل استقلال الجامعات اللي انت عايزه استقلال بالمعنى الاداري ولا الاكاديمي ولا المالي؟
نحدد نحاول ان احنا نفرقهم. نفصل كل عنصر لوحده. استقلال اداري، الجامعات زيها زي اي جهه في الدوله، هي جزء من الدوله، وبالتالي ما ينفعش ان احنا نقول ان هي مستقله تماما عن الدوله من الناحيه الاداريه. مستقله نسبيا. مستقله نسبيا يعني ايه؟ يعني بمعنى ان الدوله لا تتدخل في التعيينات او خلافه. الدوله المقصود بيها هنا النظام السياسي، مش المقصود بيها الحكومه، لان الجامعات تابعه للدوله، لا للحكومه، للدوله وليس للحكومه. استقلال، هنقول استقلال اكاديمي وحريات اكاديميه وبحث علمي، ده لازم يبقى موجود. ما ينفعش ان احنا نقول ان عندنا جامعه من غير ما يبقى عندي استقلال اكاديمي وبحث علمي. ما ينفعش يبقى عندي استقلال جامعات وما عنديش حريه داخل الجامعات. وللاسف رؤساء الجامعات او بعض رؤساء الجامعات ممن يعتقدون ان الجامعات ملكا لهم ضد الاستقلال الاكاديمي وحتى ضد الحريه الشخصيه اللي بينص عليها الدستور. وصل الامر ان بعض رؤساء الجامعات، مش جامعتي مبدئيا يعني، وصل الامر بعض رؤساء الجامعات ان هم يمنعوا اعضاء التدريس ان هم يطلعوا في التلفزيون او ان هم يطلعوا بتصريحات صحفيه. ليه؟ ما هو يتوجه بقى السؤال ليهم، يعني ايه رئيس جامعه؟ اولا ان الدكتور يطلع يعبر عن رايه في التلفزيون او في جورنال، ده حق من الحقوق الدستوريه، حريه التعبير. تمام. ثانيا انك انت كرئيس جامعه تيجي تقول لا الدكتور ده ما يطلعش والدكتور ده ما يطلعش، يبقى انت راجل عندك مشاكل وعندك فساد وخايف الناس تطلع تكشف الفساد بتاعك، وبالتالي بتحاول تحاربه. لما عضو التدريس يخالف الكلام دوت، تيجي رايح محول المجلس تأديب وتقول ان هو تخترع له اسباب اخرى، يبقى انت اكثر جبنا، لانك بدل ما تقول ان انا حولته للتحقيق علشان غلط فيا او قال ان انا فاسد، لا بتقول ده انا بحول للتحقيق علشان كذا او كذا. تمام. فالخلاصه ان عندنا بعض رؤساء الجامعات ضد الاستقلال الاكاديمي تماما، مش رؤساء الجامعات بس، هناك امور اخرى كثيره بتتدخل ضد الاستقلال الاكاديمي. طيب لو مسكنا الاستقلال المالي، هذه الجزئيه، يعني ينفع اسال حضرتك في هذه الجزئيه قبل ما ننتقل للاستقلال المالي؟ انه هناك يعني عرفنا انه هناك عدد من القواعد تم وضعها من خلال المجلس الاعلى للجامعات لترقيه اعضاء هيئه التدريس تمام وغيره. وانا شايفه ان في اعتراض كان من عدد من اعضاء هيئه التدريس على هذه القواعد. هل ده ياتي ضمن هذه الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم فيها، وهي الاستقلال الاكاديمي والاستقلال الاداري، انه هناك تدخل هنا بمعنى انه المجلس الاعلى للجامعات يتدخل لفرض وصايه بشكل ما على هذه الحركه؟ لا، ليست وصايه بشكل ما، وانما المجلس الاعلى للجامعات فيما يتعلق بلائحه الترقيات بيفرض وصايه كامله على اعضاء التدريس. القرارات المفروض انها طلعت او المجلس وافق على لائحه الترقيات، اعلنوا انهم وافقوا عليها في الاجتماع الماضي، ثم لما حصل اعتراض عنيف فجاه بعدها بيومين قالوا احنا هنبعتها للجامعات يتم مناقشتها والرد. طب خدي بقى حضرتك السلسله، او السلسله تمشي ازاي؟ من المجلس الاعلى للجامعات الى الجامعه، من الجامعه الى كليات الجامعه، تمام، من الكليات الى الاقسام. تناقش الاقسام هذه اللائحه التي تتكون من 22 صفحه، تمام، وتاخد فرصه ان هي تناقشها وتبدا تعديلاتها عليها وتعمل اجتماع تاني. الاقسام تعمل اجتماع تاني عشان كل اعضاء التدريس داخل القسم يقولوا الاقتراحات بتاعتهم، ثم يتم صياغه الاعتراضات بتاعت او التعديلات بتاعه القسم، ثم القسم يرحلها الى الكليه، يجتمع مجلس الكليه ويرى الاقتراحات بتاعه الاقسام كلها ويعمل مقترح الكليه او تعديلات الكليه، تمام، ثم ترسل الى الجامعه التي يجتمع فيها مجلس الجامعه ليضع مقترحات وتعديلات الجامعه، ثم يعيدها مره اخرى الى المجلس الاعلى للجامعات. تمام. شفت حضرتك السلسله دي ماشيه ازاي؟ المفروض الكلام دوت على حسب كلام المجلس الاعلى للجامعات عايزينه خلال اسبوعين. كيف يتم؟ يسالوا بقى هم نفسهم. ده المجلس الاعلى للجامعات نفسه علشان يقرر اي امر او عشان يناقش موضوع بيقولوا بيبعت لهم جدول الاعمال ان في الاجتماع اللي جاي بعد اسبوعين هنناقش الموضوعات دي. هل معنى ذلك ان هم يرغبوا في الموافقه على هذه القواعد اللي وضعوها بشكلها الحالي ام لا؟ هنجاوب لكن بعد هذا الفاصل اللي هينضم لينا احد الطلاب بعده مباشره. رئيس اللجنه العليا للاشراف على الانتخابات في جامعه عين شمس اكد من يومين ان الانتخابات سليمه وكل الاجراءات القانونيه سليمه ومفيش اي حاجه ومفيش اي عوار اجرائي في الانتخابات. ده بخصوص المشهد السخيف اللي الوزاره حبت تصدره لينا عشان تعيد الانتخابات، او بمعنى اصح تحل الاتحاد اللي مش جاي على هواها. الوزير في الحقيقه ما كانش السبب الاساسي عنده هو موضوع الاجراءات القانونيه او الطعون. الموضوع من البدايه كان واضح من تصريحاته ان في عداء مباشر بينه وبين الناس اللي كسبت دي، لان هم خارج عن السياق اللي هو كان متخيله او هزموا الطلاب اللي هو كان بيدعمهم بشكل مباشر. هو ما قدرش يصدق ان ممكن طلبه مستقله في الوقت الحالي ملهاش اي انتماءات حزبيه ولا انتماءات سياسيه غير انتمائهم الوحيد للطلبه الجامعيين، ان الناس دي ممكن تكسب وتوصل لرئاسه ونيابه اتحاد طلاب مصر
وكان من اول يوم تصريحاته باينه، وكان 14 يوم مده فحص الطاعون. في الحقيقه ما كانتش لفحص الطاعون، كانت لايجاد مخرج ووسيله للتخلص من عبد الله انور وعمرو الحلم، وبعديها تم الغاء النتيجه زي ما شفنا بحجه قبول طعن الزقازيق. للاسف الاداء السياسي لوزاره التعليم العالي كان سيء جدا، فما تحملوش هذا الخطاب من الطلاب وقرروا اعاده الانتخابات مره اخرى، رغم انه هذه الوزاره هي اللي اشرفت على الانتخابات بنفسها وهي اللي حددت المشرفين، وده معناه انه القانون بيتم تطبيقه بشكل انتقائي. دكتور اشرف الشيحي قبل الانتخابات بوقت قليل جدا اصدر تعديلاته على اللائحه الماليه والاداريه لسنه 2014. الثمان تعديلات اللي اصدرهم كان منهم تعديل بيشمل شروط الترشيح. شروط الترشيح الدكتور اشرف عدلها، اضاف ليها ان الا يكون الطالب منتمي لاي جماعات ارهابيه. الحقيقه ان احنا كمجموعات طلابيه وحركات طلابيه وكمان كطلبه قبل كل ده هنفضل دايما داعمين اتحاد طلاب مصر المنتخب. عاوزين نقول ان في دلوقتي جدال الوزاره هي اللي خلقته حوالين اتحاد طلاب مصر، ولكن الطلبه بشكل واضح لها ان الاتحاد ده هو الاتحاد المنتخب والاتحاد الحقيقي، وبالتالي اتحادات الجامعات هتفضل موجوده وبتشتغل، وبالتالي هنفضل داعمينها كامل اتحادات الجامعات الموجوده في مصر، وان هم يجتمعوا بمعزل عن الوزاره تماما ويكون في اتحاد طلاب مصر تم انتخابه احنا معترفين بيه حتى لو الوزاره مش معترفه بيه. عدنا إلى حياتكم مرة أخرى، واسمحوا لي أن أرحب بالضيف الذي انضم إلينا على الهواء مباشرة، الأستاذ أو الطالب طه زكي، رئيس اتحاد طلاب جامعة السادات. أهلا بك. أهلا بك يا فندم. طبعا احنا كنا بنتكلم في البداية عن ذكرى يوم الطالب المصري، ويمكن تحدثنا مع دكتور محمد عن هذا الموضوع، لكن أنتم كطلاب شباب في الجامعات المصرية الآن، هل تعلمون كثير عن هذه الذكرى والنضال الطلابي عبر العصور إلى أن وصلنا إلى اليوم أو ما قبلها ثورة يناير؟ يوم الطالب المصري ده ذكرى عظيمة جدا بالنسبة لنا، لوحة شرف زي ما بنقوله. هو كان 21 فبراير 1946، ده كان حراك طلابي ضد الاستعمار البريطاني. ظل الاستعمار يعني الحركة الطلابية نشأت من هذا، وكان الميعاد ده ميعاد بنقوله احنا دايما في الطلاب والحركات الطلابية ده ميعاد فخر لينا، دايما بنعتز بيه كل سنة. لكن بتصيبنا بعض خيبات الأمل ان احنا بقينا مش عارفين نأدي نفس تأدية الناس اللي أدوا في الحراك الطلابي ده، لأن الظروف اتغيرت والوضع اتغير واحنا نطمح إلى الأفضل. تعليقا على الأمر، احنا بنحب البلد جدا، نفسنا نأدي أفضل ما يمكن، خدمتنا خدمة الطالب والجامعة، لكن هو الفكرة إن إحنا عاوزين المفهوم يتسع. يبقى المفهوم مش مفهوم طالب ومحاضرة وسيكشن. الجامعة هي بمثابة إحنا بنقولوا عليها كده بين الشباب الخلاط اللي بيطلع أفضل ما في الشاب من قيادة، من تنمية قدرات، من علم. كل الكلام ده كله مكمل واحد بيطلع شاب بعد كده قيادة تقدر نستفيد بها في المستقبل. طيب طه، احنا كنا بنتكلم قبل ما تنضم إلينا عن الحريات داخل الجامعات المصرية وممارسة العمل الخاص بالحرية وحرية الإبداع وحرية الرأي وحرية التفكير، وأيضا ممارسة السياسة بشكل أو بآخر داخل الجامعات. ويمكن تحدثنا مع دكتور محمد عن هذا الشق من وجهة نظر حضرتك كطالب بتنتمي إلى أحد الجامعات وأيضا بتمارس ده على أرض الواقع. هل هناك قيود على هذه الممارسات؟ خلينا أفرق الأول بين مفهومين. مفهوم إن المفروض الجامعة يكون فيها مشاركة سياسية أو فيها توعية سياسية. تمام. التوعية السياسية ده أمر حتمي. احنا ليه مش معترفين بكده؟ مش معترفين ان الطالب ده لابد يؤهل سياسيا. هو 4 سنين وهيتخرج من الجامعه، هنستفاد بيه بعد ايه لو احنا ما حطيناهوش في ارض الواقع؟ العمل السياسي هو عمل لابد منه على اي مواطن مصري، لكن المشاركه السياسيه جوه داخل الجامعات يعني بيكون عليها ضوابط، لابد يكون عليها ضوابط. حضرتك بتتكلمي عن الحريات في الجامعات، يسمح لي اقول لك لا، الحريات مقيده. الحريات عليها علامات. الحراك الطلابي حتى في الانشطه عليه علامات وعليه ضوابط كتيره جدا، واحيانا تقود ضوابط تقييديه ليس اكثر. احنا في الجامعات لما بنيجي نمارس اي نشاط لابد الموضوع يخضع لبنود كتيره جدا، امنيا ومجتمعيا وتجمعيا، بتخضع لضوابط كتيره جدا بتخلي الطالب محطوط قدام خانه اليك.
لازم تفكر في تفكير المشاريع البسيطه، الانشطه البسيطه، الحراك الطلابي الصغير. ده اللي كان بيذكره دكتور محمد قبل ما تنضم الينا، انه بيحاولوا بشكل او باخر تقييد الحريات في موضوع انه يبقى مقتصر على الرحلات وعلى الانشطه الفنيه وغيره من هذه الاشياء. ما بننكرش انها مهمه جدا، لكن بيقتصر في هذا النطاق فقط. خليني اقول لحضرتك ان احنا كنا في اجتماع مع الدكتور اشرف الشيحي وزير التعليم العالي الشهر اللي فات. تمام. وكان احنا كنا داخلين بامال كبيره جدا، بنتكلم في مشاكل فعلا بتهم الطالب المصري وبتهم الطالب الجامعي عامه، لكن تفاجأنا ان الموضوع متحول لنظره مستصغره للطالب الجامعي عامه. ازاي؟ اول اقتراح كان من سياده الوزير، احنا مجهزين لكم رحلات ل 1200 طالب لشرم الشيخ وكده. يا فندم حضرتك احنا مش عاوزين رحلات. احنا الرحلات دي احنا كانشطه طلابيه بنعملها بيننا وبين نفسنا، مش مستنيين. لكن حضرتك مجهوداتك مشكوره، لكن احنا بنتكلم في امال اكبر من كده. احنا بنتكلم في مناقشه لائحه طلابيه تساعد الاتحادات الطلابيه ومسؤولي الانشطه انهم يمارسوا حريتهم باكبر قدر. بنتكلم في مناقشه حقوق وحريات، بنتكلم في اتاحه العمل، مساحه العمل تبقى العمل متسع نقدر من خلاله نشارك في العمل المجتمعي، ما يبقاش دورنا مقتصر على سور الجامعه فقط. احنا عاوزين نطلع للجامعه بره الجامعه ونطلع للمجتمع بره، نقول له احنا عندنا قيادات ممكن بعد كده تشيل. تمام. طيب دي اراء الطلاب يا دكتور محمد. هل في جاب او في مسافه كبيره ما بين الطلبه وما بين القيادات في الجامعات المصريه او في النظام بشكل او باخر لمحاوله فهمهم لهؤلاء الطلبه بشكل او باخر وتلبيه احتياجاتهم، وعلى الجانب الاخر ايضا تلبيه احتياجات الاساتذه وعمداء الكليات، ولانه ايضا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن هذا القانون الذي يعدل للترقيات وغيره في الجامعات المصريه. تمام. هو احنا لسه كنا بنقول دلوقتي هي الفجوه ليست بين القيادات وبين الطلاب فقط، وانما الفجوه بين القيادات وبين الجامعات. تمام. بصفه عامه القيادات معزوله تماما عن الجامعات، لا تدري اي شيء عن الطلاب او عن اعضاء التدريس. الاجتماع اللي بيتكلم عنه طه الاجتماع اللي بيتكلم عنه طه مش ده الاجتماع اللي ما حدش يقعد جنبي ونزلوا تحت؟ ده حقيقه. طيب ما حدش ايه؟ الوزير احنا طلبنا، هو كان في ستاند فوق واحنا كنا تحت، فقلنا له حضرتك الاعلام بيصور، محتاجين حد يقعد جنب حضرتك ممثل لينا علشان يبان للناس ان احنا برضو حضرتك ايدينا في ايدين بعض. كان تعقيب الوزير عليه، انا الوزير محدش يقعد جنبي. ده بسبب الخلاف. اعتقد ده بتوضح ده بسبب الخلاف ده بسبب الخلاف حوالين الرئيس ونائب رئيس الاتحاد الموجودين حاليا. وده هنتكلم عن هذه الجزئيه. بس نرجع تاني لموضوع الفجوه. لا، الفجوه كامله ما بين القيادات وما بين الطلاب واعضاء التدريس. لما يجي يحاول، انا قلت لحضرتك قبل الفاصل وقلت لحضرتك سلسله الخطوات اللي المفروض تاخدها تعديلات لائحه الترقيات. تمام. كل السلسله دي المفروض انها تتعمل في اسبوعين. ازاي هتتعمل؟ مستحيل تتعمل. تمام. يبقى انت بمعنى اصح بتدعي ان هيبقى في نقاش مجتمعي وهو ده مش موجود، او نقاش جامعي ومفيش. وانك انت حصلت على اعضاء التدريس، بينما في الحقيقه ما حصلش. بدليل ان احنا فوجئنا في المجلس على الجامعات اعلن الكلام دوت، بعدها بيومين ثلاثه فوجئنا بجامعه طنطا اعلنت انها وافقت. يعني تخيلي بقى حضرتك بعدها بيومين الكلام اتوزع في الكليات والاقسام وناقش. حضرتك ذكرت في البدايه انه كل عميد كليه او كل رئيس جامعه بيتبرع بان هو احساسه بان هو ينتمي اكتر، وانا اللي بنفذ وانا فلا، لائحه الترقيات اللي هم بيعملوها دي لائحه مرفوضه تمام. عباره عن ايه؟ عباره عن حضرتك واحنا رافضين اللائحه القديمه، تجيب لي اللائحه الجديده اسوأ من القديمه كمان. يعني ما ينفعش ان حضرتك تجيب لي لائحه انت اللي عاملها اساتذه واساتذه متفرغين فوق 60 وفوق 65، وتيجي تفرضها على المستقبل. انت عايز الماضي يتحمل في المستقبل. الناس اللي عملت اللائحه دي معظمهم لما ترقوا وصلوا اساتذه، مع الاحترام الكامل ليهم طبعا، ما كانش عندهم انترنت، ما كانوش بيعرفوا يطلعوا على ابحاث على النت. كان عشان يجيب كتاب بيستنى ايه من البنود الهامه اللي المفترض انها تتغير في هذه اللائحه؟ من اخطر البنود ان يجي حضرتك يقول لك ايه؟ يقول لك ان انا كعضو التدريس نشرت بحث في مجله دوليه ومحكمه، يجي هنا يقول لي لا انا هحكمها بقى تاني. مش البحث ده اتحكم قبل كده؟ تمام. سواء دولي او محلي حتى، البحث ده مش اتحكم؟ يقول لك لا انا هحكمه. مع الوضع في اعتباره حاجه، ده ممكن لو مجله محليه كمان، ممكن واحد من اعضاء هيئه تحرير المجله اللي بيحكموا البحث في المجله يكون عضو في لجنه الترقيات، ويجيز البحث في المجله ويسقط البحث في الترقيه. ليه؟ لا اسباب كتيره جدا بقى. يعني ايه؟ تمام. علشان ما ناخدش وقت الحلقه كله، احنا عايزين 10 حلقات لو قلنا دي. تمام. فالبديل بقى اللي احنا بنقول لا مفيش لجان ترقيات اصلا. احنا رافضين كلمه لجنه ترقيه
احنا رافضينها. امال تتم ترقيات ازاي؟ ان هي تعيد تقييم الابحاث مره ثانيه، ده احنا رافضينه تماما. تعيد الابحاث ازاي؟ ان لجان القطاع اللي هي اللجان المتخصصه، في لجنه قطاع للاداب للعلوم للطب للصيدله، لجان القطاع تيجي تمسك تحدد تقول احنا عندنا المجلات المحليه والدوليه اهي، وكل مجله التقييم بتاعها كذا وخلاص على كده. تمام. وعضو التدريس بينشر اتنشرت في المجله دي ومحكمه، خلاص يبقى هو خد الدرجه بتاعت المجله. يجي بعد ما يخلص الابحاث بتاعته وياخد الدرجات المطلوبه، يجي يوصل لعدد النقط المطلوب منه، وصل له بقى بعد 3 سنين، وصل له بعد 10 سنين، ده بقى يقدم للجنه. طيب اذا كنت دلوقتي اقول لحضرتك برضه حاجه كمان، دلوقتي ما ينفعش انك تقدم غير بعد 5 سنين للدرجه الاعلى، ولازم تقدم 5 ابحاث. لا احنا عندنا ناس ممكن في ال3 سنين او في سنتين يعمل ال5 ابحاث دول. ليه تقعدوا 5 سنين؟ تمام. وليه 5 ابحاث؟ هو احنا بنشيل بالكم؟ احنا بنوزن في الترقيات بالكم؟ ما ممكن يكون بحث واحد لكنه قيم بشكل كبير. طيب اذا كان ده الحال بالنسبه للاساتذه واعضاء هيئه التدريس، فما بالنا وتم فرض هذا القرار عليكم حتى الان، فما بالنا باتحاد الطلاب التي وضعت لائحه ايضا من قبل النظام او من قبل الدوله بشكل او باخر، وتم فرضها عليهم، وحينما امتثلوا حتى واجروا الانتخابات بناء على هذه اللائحه تم الغاء نتيجه الانتخابات، وهناك قضيه حتى الان ما زالت منظوره امام القضاء وتم تاجيلها 3 مرات، وهتنظر المره القادمه، واحنا هو تم رفضها مش كده من اقرار مجلس الدوله. هو طيب خليني اوضح لحضرتك حاجه مهمه جدا. مبدئيا الامر كان احنا اشتغلنا على لائحه 2007. تمام، ودي كانت بقرار من رئيس الجمهوريه. لائحه 2007 اشتغلنا عليها وتمام. الدكتور اشرف الشيحي نزل لائحه، ابتدينا على الانتخابات اللي هي لائحه 2014. تمام ونزلت بتعديلات. بدانا نشتغل على هذا النساق، انتخابات كليات، انتخابات جامعات، الى ان وصلنا لانتخابات اتحاد طلاب رغم رفضكم، احنا كنا عملنا حلقه قبل كده، رغم رفضكم لبعض بنود هذه اللائحه ايضا واعتراضكم عليها. احنا مشينا في الاطار السليم الصحي القانوني. احنا قلنا نشتغل ونحط ايدينا في ايدين الوزاره. عاوزين نتجمع، نبين حسن نيه تمام. نعمل اتحاد طلاب مصر ونبدا نشتغل من خلاله، نحط لائحه طلابيه تحترم الطالب وتحترم الجامعه نفسها، واللي يكون حضرتك طلاب. الفجوه يا استاذه، المشكله اللي الفجوه ان السلطه بتبص الوزاره بتبص للموضوع ان ده طالب ما يحطش لائحه، انا اللي احط لائحه. بيبص للموضوع ان انا اللي احط وانت حضرتك تتفرج عليا. يا طه اذا كان الدكاتره مش عارفين يحطوا لائحه يا استاذ. طيب ما احنا كده ما انت شفت. طيب احنا كده مش عارفين يحطوا اللائحه بتاعتهم. خليني مع حضرتك، مع قرار حضرتك. هنقف؟ لا هنسكت. الحركه الطلابيه احنا ما بنتكلمش ان احنا ثوريين وخلاص، او ان احنا فاتحين صدرنا للهوا وخلاص. احنا عاوزين نساعد، احنا عاوزين نبني. طب ايه اللي حصل في الاتحاد الان؟ اللي حصل الان ان كان انتخابات اتحاد طلاب مصر تمت. تمام. وتمت ما بين اتصفت في النهايه. احنا عايزين نقول بس ان انت كنت بتنافس على منصب نائب رئيس اتحاد طلاب مصر، وانه فرق ما بينك وما بين النائب صوت واحد. تمام. وتمت الاعاده ما بين الاثنين الاولانيين، وانت يعني لم يحالفك عليه. ملخص البسيط جدا والغير منطقي اللي حصل في انتخابات اتحاد طلاب مصر ان كان في نائب رئيس اتحاد جامعه الزقازيق قبل الانتخابات اتحاد طلاب مصر ب3 ايام قدم استقالته. تمام. قدم طالب تاني نجح، خلاص الدنيا تمام. جايين في انتخابات اتحاد طلاب مصر في معهد اعداد القاده، داخلين الطلبه، فالطالب الجديد اللي هو اتصعد ده داخل يقدم نفسه. لو سمحت اقف، انت اسمك مش موجود عندي. فاكس الجامعه اتبعت في ساعتها. تمام. فاكس الجامعه قدامي دلوقتي كلجنه مشرفه على الانتخابات. لو انا شايف ان دخول الطالب ده هيفسد العمليه الانتخابيه كليا ما دخلهوش. تمام. الطالب الانتخابات بدات 12، التصويت بدا 12، من 12 ل 2 هو ده ميعاد التصويت. تمام. الساعه 2 الا ربع اللجنه المشرفه على الانتخابات وافقت على دخول الطالب. تمام. على اي اساس؟ اذا حضرتك عندك اجازت ان حضرتك الطالب ده دخوله لن يفسد العمليه الانتخابيه. تمام. جميل. بدخوله العمليه الانتخابيه خلصت. عندنا عبد الله انور رئيس اتحاد طلاب مصر جامعه القاهره، وعمرو الحلو نائب رئيس اتحاد طلاب مصر جامعه طنطا. تمام. انتهينا للامر. في طعون مقدمه، جميل، الناس مقدمه طعون، تنظر الطعون. نظر الطعون كان على ايه بقى؟
على دخول نائب رئيس اتحاد جامعه الزقازيق، هو ده اللي افسد العمليه. طب حضرتك باي اساس انت اللي هتفتح؟ طب احنا دلوقتي فاضل 3 شهور على العام الدراسي. جميل. يعني هل معنى كده ان مش هيبقى فيه اتحاد طلاب؟ هقول لحضرتك على حاجه. لازم طب نسمع كلام دكتور محمد. هي مقصوده. هي مقصوده جدا. هقول لحضرتك بس تشبيه بسيط جدا. انا عندي دلوقتي مجلس النواب موجود، في طعون ضد اعضاء في مجلس النواب ولا لا؟ تمام. في. هل ده منع ان مجلس النواب منعقد مع نظر الطعون في نفس الوقت؟ لا. هل ده منع ان تم انتخاب الدكتور علي عبد العال رئيسا للمجلس برغم ان في طعون؟ لا. خلاص انت ليه ما عملتش كده مع اتحاد الطلاب؟ يبقى الاتحاد الطلاب موجود وفي نفس الوقت الطعون شغاله. لو الطعون قالت ان الانتخابات دي تتلغي، خلاص الغيها وحل الرئاسه وحل المجلس ده. انما لو قالت ان هي تكمل، خلاص يكملوا النشاط بتاعهم. لكن هم الهدف جمدوا. الاساسي ايه؟ التجميد. هو الهدف الاساسي ان الاتحاد يفضل متجمد، ما يعملش اي نشاط خالص. دي حقيقه. لغايه ما يخلص المده بتاعته، بسبب تصريحات خرجت من عبد الله ومن عمرو. تصريحات خرجت من عبد الله ومن عمرو رؤيه فيها ان الاثنين عايزين يدخلوا النشاط الحزبي داخل الجامعه، فسرت بهذا المعنى. فسرت بهذا المعنى فعلا. وبالتالي طب نبدا نعمل معاهم ايه؟ اخترع لهم، لدرجه ان الوزير قال انه ما يعرفش رئيس لجنه الانتخابات دي، اللجنه القانونيه، المستشار القانوني. الوزير قال ما يعرفوش اصلا، مع انه ده انا ما اعرفش الراجل ده ازاي. طيب هو المفترض ان الوزير احال الموضوع كله برمته كده الى مجلس الدوله، ومجلس الدوله لجنه الفتوى ورفضت. هو لجنه الفتوى والتشريع قالت الموضوع ده منظور قدام القضاء في ثالث جلسه. حلو مع القضاء انا ما اقدرش ادي فتوى فيه، روحوا المحكمه. هي حفظته ومعروف الكلام ده. تمام. ما حفظته بمعنى ايه؟ لا رفضت ولا ايدت، قالت ما دام الموضوع منظور امام القضاء انا مش من حقي ان انا اديك فتوى فيه. يبقى بالتالي هو امام القضاء الان. احليني بقى لما القضاء يفصل. انا بس عاوز اقول حاجه دي النقطه اللي احنا نفسنا نوصلها. احنا مش عاوزين نتكلم وخلاص كطلبه او كاتحادات طلابيه، احنا عايزين نشتغل. طيب انا عايز اسال سؤال بس هنا، هو مين اللي رفع هذه الدعوه؟ الدعوه القضائيه. في اللي رفع الدعوه القضائيه طلبه من ضمن الناس اللي كانت مرشحه وتنازل عنها. هشام عبد الله جامعه اسكندريه وتنازل عنها وبالتالي المفترض طالما تنازل تنقضي الدعوه. حضرتك حتى لو ما تنازلش، حضرتك اللي اجازتي من الاول ان الانتخابات صحيحه. طب انتوا وضعكم ايه دلوقتي؟ كلام استاذ هبه صح برضه، مجرد التنازل بينفي شرط المصلحه بالظبط، وده شرط من الشروط الاساسيه لرفع الدعوه في قانون المرافعات المصري. فبالتالي خلاص مفيش مبرر للقضيه. طب احنا الان على ارض الواقع مفيش اتحاد طلاب. لا، في اتحاد طلاب كليات وجامعات، لكن مفيش اتحاد طلاب مصر. ده في نقطة مهمة جدا. وزارة الشباب من حوالي أسبوعين دعت الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات لملتقى الاتحادات الطلابية والطاقات في المستقبل، ولغيته في المركز الأولمبي في المعادي. نفاجأ منذ أسبوع كده، أول امبارح إلغاء الملتقى. تمام. من مين؟ مصدر مجهول، ولكن كل المصادر قالت لنا الدكتور أشرف الشيحي معترض على إقامة الملتقى. ليه؟ مش عارفين. احنا عايزين نشتغل. هو ده المبدأ. يعني وزارة الشباب دعت لهذا المؤتمر، ووزير التعليم العالي هو اللي أوقف هذا الملتقى. تمام. طيب هتعملوا ايه؟ السبب ايه؟ احنا خلينا نطلع من دايرة سرد المشاكل لدايرة الحلول. احنا ان شاء الله خلينا الحلول بس بعد هذا الفاصل. نرجع نقول ايه الحلول اللي المفترض انها مقترحه سواء من قبل الطلاب او من قبل اساتذه الجامعات للخروج من هذه الازمه، سواء لاتحاد الطلاب او للائحه التي سيتم بناء عليها ترقيه اساتذه واعضاء هيئات التدريس.
الحوار ما زال مستمر داخل استوديو الهواء ما بين الطالب والأستاذ. هناك اقتراحات وهناك محاولة لحل هذه الأزمات المتعلقة باستقلال الجامعات. هروح لدكتور محمد. دكتور محمد، مرة تانية لو تطرقنا لموضوع الحريات الأكاديمية داخل الجامعة وما حدث في الأسابيع الماضية سواء بمقتل الطالب أو الباحث الإيطالي أو أيضا ما حدث للباحثة خلود صابر ومحاولة يعني إعادتها مرة أخرى، لكن الحقيقة رئيس جامعة القاهرة أوقف هذا القرار. هو بالنسبة لموضوع الطالب الإيطالي فده ما نقدرش نتكلم عنه لأنه لغاية دلوقتي ما زال فيه تحت البحث الأمني. تمام. فنشوف البحث الأمني دوت هيوصل لإيه، خاصة إن في مشاركة إيطالية كمان في الموضوع. فأنا متأكد إن المفروض إن هم يوصلوا للفاعل الأصلي أيا كان هذا الفاعل مين، سواء كان كما يقال الفاعل هذا من داخل أجهزة أمنية أو كما يقال إن الفاعل هذا من الحركات الإرهابية في محاولة لقطع العلاقات بين مصر وبين ايطاليا، يبقى ده خارج عن النطاق بتاعنا. انما ندخل مثلا في حاله الزميله الدكتوره خلود صابر اللي هي بتحضر بره وفوجئت ان هم بيقولوا لا تعالي ليه ما خدتيش موافقه امنيه بشكل صريح كده يعني. تمام. او قالوا ليها مسمى ثاني للمعلومات او استخراج تصريح امني. تصريح امني ما استخرجتش تصريح امني لسفرها. يعني ايه تستخرج تصريح امني عشان تسافر بعثه؟ هي مسافره بعثه دي تعمل ايه معلش يعني؟ هي البعثه دي في اسرائيل. لو بعث في اسرائيل اقول لك لا لازم التصريح امني فعلا. انما واحده مسافره تعمل بعثه ومسافره بقى لها فتره تيجي تقول لا ارجعي وكلام فاضي من ده. لا هو اسرائيل وغير اسرائيل كله زي بعضه بالنسبه لنا. او نفصل ما بين اسرائيل او الكيان الصهيوني عشان برضه ما تاخدش ان انا بقول اسرائيل. نفصل ما بين الكيان الصهيوني وما بين ان احنا بنتكلم عن الجامعات وما بين ان احنا بنتكلم عن دول اخرى. تمام. يبقى بالتالي الموقف اللي خدته جامعه القاهره بعد رجوع الدكتور جابر نصار كان في اليابان، الموقف اللي خدته جامعه القاهره بان هي رفضت هذا مش عارف اسميه ايه، هذا الهزل. وقالت لا الطلبه مش هترجع ومفيش حاجه اسمها ان هي تاخد تصريح امني. ده كان موقف من المواقف النادره التي تؤخذ دفاعا عن استقلال الجامعات بالمعنى الفعلي. انما هيبقى نتكلم برضو في مشكلات الجامعات. احنا عندنا الاستقلال زي ما قلنا اداري واكاديمي والبحثي والمالي، وقلنا المالي ده مستحيل. وان كنت انت كدوله لغايه دلوقتي مش ملتزم بالدستور، الدستور بيقول انك انت لازم ترفع موازنه التعليم العالي. هل انت رفعتها او وصلتها للي بيقول عليه الدستور؟ لا ما حصلش. تيجي المشكلات التعليم المشكلات التعليم ما ينفعش ان احنا نتكلم عن مشكلات التعليم الجامعي ونسكت. لا طب فين التعليم ما قبل الجامعي؟ ما التعليم الجامعي ده هو ده اللي مصب بيجي لي اللي جاي من التعليم ما قبل الجامعي، بيجي لي طلبه ما بتعرفش تكتب اصلا. طب الطلبه دي ما بتعرفش تكتب دخلت الجامعه ليه؟ دخلت الجامعه عشان احنا ما زلنا لغايه النهارده عايشين بالعقليه بتاعت السبعينات والثمانينات ان لازم الكل يخش الجامعه. تمام. يبقى بالتالي لا لازم نعيد تفكيرنا بشكل كامل في التعليم. نبدا من اول التعليم الاعدادي ومن اول التعليم الابتدائي طبعا ان احنا نخلي الطلبه تتعلم فعلا، ونيجي في التعليم الاعدادي ان احنا لا لازم يقف عن التعليم الاعدادي. مش كل الناس تخش الجامعه، مش هينفع كل الناس تخش الجامعه. طب ما هو في البعض الان يتحدث عن الغاء مجانيه التعليم او التحدث. لا مجانيه التعليم دي مجانيه التعليم ده وضع ثاني خالص. انما انا عندي اما باجي في التعليم الجامعي الاعدادي لازم احدد مين الطالب اللي عنده قدرات يقدر يكمل تعليم جامعي، واحتياجاتي انا كدوله من التخصصات الجامعيه ايه، ومين اللي يكمل تعليم فني لان انا محتاجه. خلصت الكلام دوت اطلع ارتقي بمستوى المعلم العادي، المعلم اللي هو بتاع التعليم العام. بعد كده اخش على التنسيق. انا عندي كليات بتخرج كل سنه عشرات الالاف ليس لهم اي قيمه فائده في المجتمع في العمل. تمام. سوق العمل لا يحتاجهم، وبالتالي بتعمل لي بطاله زي حقوق وزي الاداره تحديدا. بينما عندي كليات ثانيه نهضه المجتمع تقوم عليها ولا يوجد اي اهتمام بيها. الزراعه، الطب البيطري. انا كده حضرتك اللي تعمل الحلقه مش زي فعلا الزراعه، الطب البيطري، الفنون التطبيقيه وغيرها من الكليات. نيجي بعد كده للقانون اللي بينظم عمل الجامعات. القانون ده من سنه 72. هل القانون وضع سنه 72 ينفع النهارده؟ هل لما يجي يقول لي سنه 72 لما سنه 72 يقول لي ان مكافاه المشرف على رساله دكتوراه او ماجستير او تصحيح اوراق، هل تتخيل حضرتك ان الدكتور اللي بيشرف على رساله ماجستير يقعد مع الطالب 4 5 سنين وقرايه ومراجعه وابحاث ومراجعه ومناقشه وما اعرفش ايه، المكافاه بتاعته كام؟ بعد الطالب ما يناقش مكافاه الدكتور ده 400 جنيه عن شغل 4 5 سنين. ولو افترضنا ان في 2 أو 3 اساتذه وده بتحصل كتير جدا مشتركين في الاشراف على الطالب، بيتقسم ما بينهم. بتتقسم وبعدين وتطلع بشيك، فكل دكتور يطلع له 120 115 جنيه. تمام. نيجي برضو لكارثه ثانيه، كارثه المرتبات والمعاشات لاعضاء التدريس. كل وظيفه لابد ان تحصل، كل وظيفه في الدوله لابد ان تحصل على راتب يتناسب مع الجهد المطلوب منها ويتناسب مع العمل اللي هي قامت بيه عشان توصل للوظيفه دي. عضو هيئه التدريس المرتب الذي يحصل عليه حاليا لا يكفي لعمله
لعمله فقط. تمام. هنستوعب بقى بقيه الجوانب اللي هي ان الاسره فين، بيصرف على الاسره ازاي، ولاده بيعيشهم ازاي، عايز نضمن لهم مستقبل ازاي. كل ده مش موجود اطلاقا. متطلبات المهنه من ابحاث ازاي عشان انشر بحث دولي ياخد مني مرتب 6 شهور. اكيد عشان اكيد ده محتاج طبعا لائحه تنظم كل هذه الامور. لكن انا عايزه اروح قبل ما وقتنا ينتهي لطه مره ثانيه. وهناك اقتراح بدعوه للجمعيه العموميه لاتحاد طلاب الجمهوريه لبحث الالتفاف على اراده الطلاب بشكل او باخر. هل هذا هو الجانب الذي ستحل به هذه الازمه ام ماذا؟ طبعا بعد تعنت القيادات في الاستجابه لاتحاد طلاب مصر او استجابه لمطالب الطلاب، خلينا نقول ان احنا بندعو اتحاد طلاب مصر المنتخب فائز مستقل بعقد جمعيه عموميه عاجله، لان احنا ما عادش عندنا وقت. احنا عندنا مشاكل في الجامعات كتيره جدا مش عارفين نحلها، لابد ان هي تيجي من فوق. تمام. عندنا اسعار كتب غاليه جدا بالنسبه لمصاريف الطالب الجامعي، بنتكلم في مجانيه التعليم وعندنا اسعار كتب غاليه جدا. عندنا فجوه بين التعليم الاكاديمي وبين سوق العمل واحتياجاته. تمام. وده اللي ذكره دكتور محمد. احنا عندنا فجوه كبيره جدا. انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه. انا كطالب تجاره شعبه اداره اعمال، عندنا ماده اسمها تطبيقات محاسبيه على الحاسب. اي محاسب بيطلع لازم يطلع يشتغل على الكمبيوتر. تمام. لازم يطلع يشتغل اكسل. الماده دي احنا بناخدها عوامل وصفات وخصائص نظري. مفيش كمبيوتر تتعاملوا بيه. استحاله. كمبيوتر ل 5000 طالب في الدفعه و10000. يا فندم، دي مشكله تنسيق، مشكله منظومه كامله. تمام. لكن بتعود انك بتخرج طالب بعيد كل البعد عن سوق العمل. تمام. الاحتياجات الاساسيه احنا محتاجينها جدا. دي نقطه من ضمن النقط. النقطه الغير كده، احنا محتاجين اعداد كوادر وقيادات طلابيه. احنا عاوزين نفكر نظره مبعديه لما بعد الجامعه. الطالب ده، انا رئيس اتحاد طلاب جامعه دلوقتي، قعدت سنه كرئيس اتحاد طلاب جامعه، طلعت من الجامعه مصيري ايه؟ الدوله مش عاوزه تستفاد، انا خلاص بقى كده ادور انا. الدوله المفروض يكون عندها نظره مبعديه لكل الشباب بتوع الاتحادات الطلابيه ومسؤولين الانشطه، ازاي تستفاد منهم بعد كده. احنا عندنا حاجه اسمها محليات، عندنا حاجه سن الترشح هم دول للمحليات. النماذج اللي المفترض ان احنا سن الترشح للمحليات يبدا من 21 سنه. ازاي ما بنستغلش حاجه زي كده؟ ازاي ما بنفكرش النظره دي؟ انتوا كاتحاد طلاب مصر هتعملوا ايه في الفتره القادمه؟ يعني احنا بنطالب بعقد جمعيه عموميه وان شاء الله هتعقد قريبا، وهيكون ليها مؤتمر صحفي كبير ان شاء الله. هناخد بصددها قرارات وهنبدا نشتغل عليها ايا كان نوع العمل اللي هنتفق عليه. هيكون الدعم، هنطالب برضه الوزاره، المجلس الاعلى للجامعات والجامعات نفسها واساتذه الجامعات. دكتور محمد، هل من المفترض انه اساتذه الجامعات يساندوا الطلاب في هذا الموقف؟ هو احنا طبعا مع الطلاب في المطالب والمشروع عليهم، اي مطلب للمشروع للطلاب واتفق مع القوانين واللوائح احنا مؤيدين ليهم فيه تماما. بس الظريف ان دي معلومه يعني الاجهزه او القيادات بتخاف من الطلاب اكتر ما بتخاف مننا احنا. دي حقيقه مش هننكرها يعني، لان الطلاب ممكن يعملوا مظاهرات، ممكن لا احنا بعيدين بس هم بعيدين عن ان احنا بعيدين ان احنا ناخد طريق غير. ما انا عارف انكم ملتزمين طبعا بالقانون. طيب هقول بس جزئيات، لان محمل برسائل سريعه بس، محمل برسائل سريعه بس هقولها بسرعه. انا قلت جزئيه المرتبات، الجزئيه الثانيه جزئيه المعاشات. اسر اعضاء التدريس اللي ما بيعملوش اللي رفضوا طه اللي هو متاجر بالطالب، هو بعد وفاتهم يكادوا يتسولوا بسبب ان المعاش بتاع عضو التدريس 500 جنيه. معاش دكتور جامعه، انا لو لا قدر الله وانا مع حضرتك دلوقتي في الحلقه، انا لو مت دلوقتي حالا المعاش بتاعي انا يتجاوز 600 جنيه. تخيل بقى حضرتك اسرتي ممكن تصرف ازاي ب 600 جنيه. فطبعا وتيجي تقول لي تعليم، يبقى دي كارثه. برضه مكلف بحاجه مهمه قوي من المبتعثين في الخارج، زمايلنا المبتعثين في الخارج صدر قرار ان اسرهم ما تسافرش. ازاي المبتعث يقعد 4-5 سنين من غير اسرته ما تسافر؟ ازاي ياخد 1100 مارك يورو وهو بيسكن في شقه في اول بتوصل الايجار بتاعها 1000 يورو. اعتقد ان احنا محتاجين حلقات ثانيه نناقش فيها هذه القرارات، لكن انا عارفه ان في كلمه اخيره وهننظم مؤتمر ان شاء الله قريبا في خلال اسبوعين 3. ارجو ان احنا بنتكلم عنه ان شاء الله باذن الله. كلمه اخيره بنحب نوجهها لثلاث مؤسسات او اشخاص او ايا كان. الوزير التعليم العالي دكتور اشرف، احنا لا نبغي الا مصلحه الوطن، احنا عاوزين مصلحه الطالب، احنا ما بنعرضش وخلاص. طالب الدكتور الجامعي او استاذ الجامعه او اي رئيس جامعه يا ريت تنظر للنشاط الطلابي منظور ان ده اعداد لكادر طلابي بعد كده هتقدر الجامعه تستفاد منه والمجتمع يستفاد منه. الطالب الجامعي لابد يكون التفكير بعد كده تفكر في ان انت طالب جامعه، مطلوب منك كتير جدا، مطلوب تشتغل، مطلوب تشتغل على نفسك وتنفع مجتمعك.
باساليب ومشاريع كتيره جدا. تمام، شكرا انا جزيلا. بشكركم شكرا ربنا جزيلا، والثوره مستمره، ونلتقي مره اخرى بعد غد الاربعاء في موعدنا الاسبوعي وثوار لاخر مدى. تعوم في النور دور، يا كلام على كيفك دور، خلي بلدنا تعوم في النور، ارمي الكلمة في بطن الضلمة، نبقى لسلمى ودور.